أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يجوز تقبيل المصحف؟ قبل أن أجيب على هذه الجزئية أقول الواجب أن نعمل بما في المصحف. هذا هو الواجب، أن نعمل بما في القرآن. لكن ما قيمة أن ينحني أحدنا على القرآن ليقبله في خشوع قد يفوق خشوع عثمان بن عفان وهو مضيع لما فيه؟ ما قيمة هذا؟ ما قيمة هذا أيها الأفاضل؟ تلاقي القرآن ما شاء الله بيوضع في علب قطيفة فخمة ضخمة ويهدى لسادة القوم وعلية الناس، للزعماء والكتاب والأدباء في الهدايا، وتلاقي الراجل بينحني على المصحف كده في خشوع. يا خبر، بتقول ده عثمان بن عفان. ومع ذلك احنا يعني من أبعد الناس عن أوامر القرآن ونواهي القرآن وحدود القرآن. هي دي القضية يا إخواني، معلش سامحوني. القرآن ما شاء الله مزين الجدران ومزين العربيات لما فيها القرآن، وتلاقي العربية والعياذ بالله وعياذا بالله ممكن يبقى بستخدم العربية في معصية وفيها المصحف، ومعلق سلسلة كده في الضية وفيها المصحف. ما شاء الله. جميل أن تحب القرآن وأن تجل القرآن وأن تقدر القرآن وأن تعظم القرآن، ولا حرج أن تقبل القرآن، لا حرج. أنا لا أعلم دليلا يمنع من ذلك، لكن الذي يعنيني أن نعمل بما في القرآن. قد يكون تقبيلك للقرآن من باب الإجلال والتعظيم، أرجو الله أن يكون من باب ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا أعلم دليلا يمنعك من ذلك، لكن أعلم دليلا يوجب عليك أن تعمل بما في هذا القرآن، بل أعلم أدلة توجب علينا أن نعمل بما في القرآن، أن نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه، أن نقيم حدوده، لينذر من كان حيا، مش لينذر من كان ميتا، لا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله القرآن لنزين به جدران المساجد أو لتحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة أو ليقسم عليه القسم في المجالس النيابية والشعبية والدستورية. لا لا لا، بل ما أنزل الله القرآن إلا لننفذه ونحول أوامره في حياتنا إلى واقع أمرا، ولنجتنب هذه النواهي نهيا، ولنقف عند هذه الحدود القرآنية حدا، ولنردد مع القرآنيين المباركين السابقين الأولين. القرآنيين الأولين غير المجرمين الآن القرآنيين الذين يدعون أنهم يأخذون بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة. لا لا لا، وإنما أهل القرآن الأول الذين كانوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى القرآن.